في ضيوف جات لنا من كتر الراجل ما هو عايش الحالة، أقنعنا احنا شخصيا إنه ورا قصة قديمة. الراجل ده يا جماعة حكاية بير غويط، اوعي تفتكر إنك فهمتيه، لأنه ساعتها هيفاجئك. أستاذ أحمد عبد الناصر ومدام شيماء. حلو قوي. أستاذ أحمد بيشتغل في مجال البنوك، أنا محاسب عامة، وشيماء ربة منزل. بالظبط. جميل. يعني أنا مثلا لو قابلتك من 9 سنين نجيب بنت عندها 8 سنين، ممكن تخش على شيماء القصة دي؟ تخش على شيماء. انت مالك فرحان فيها كده ليه؟ لا مش فرحان، لا بس هو عشان كان في خلفيه عن الموضوع، وكان في مشاكل حصلت من كذا حد كان يقول لها ان انا اتجوزت او هتجوز او كده يعني. طب انت انسان مصدوم وخايف من المواجهه، ما تضحكش، ما تهزرش معاها خالص، تمام؟ انا دخلت شفتك اتقفلت خلاص، لان انت الراجل سوري الندل اللي عملت فيا كده وخلعت، مش عارفه اجيبك تاني، تمام؟ ماشي. انت متوتر، هي هتخش انت قومي بينا نمشي، هتقول لك ليه؟ لا 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 انا عايزه امشي من الحلقه دي. مين اعداد الحلقه النهارده؟ مين اللي عمل الاعداد؟ في مشكله ولا حاجه ولا ايه؟ مش المفروض بشوف الضيوف قبل ما يخشوا واعرف مين اللي داخل الحلقه بتاعتي؟ تعرفها ولا يلا يلا انا متاخره. تعرفها؟ يلا اتفضل. يلا نمشي. اتفضل. يلا ستاند باي. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا، برنامج المسابقات هو وهي. ناس كتير بتختار شريك حياتها بالحب، وناس كتير بتختار شريك حياتها بالعقل، وناس كتير بعد مده من الجواز او الخطوبه بتكتشف ان مش هو ده الشريك المناسب. زي ما انتوا برضو عارفين ان العالم كله دلوقتي بقى بيستخدم الذكاء الاصطناعي AI، اللي خلى ام كلثوم بتغني بصوت شيرين، وشيرين بتغني بصوت أصالة، واحمد سعد قال لهم اختياراتي مدمره حياتي. احنا بقى النهارده عن طريق الذكاء الاصطناعي AI هنعرف من ضيوفنا اختيارهم كان موفق ولا هنعرف بعدين. فاصل وهنرجع تاني هو وهي، استنونا. هو انت كنت عارف ان انا في الحلقه دي؟ ما اعرفش، لو اعرف ما كنتش جيت اصلا. المصحف انا ما كنتش هدخلك، اقسم بالله ما كنت هدخلك. ايه ده وفي ايه؟ ما اعرفش ان انت فريق الاعداد مع الدكتور هيثم. جاهزه نرجع؟ يلا ستاند باي. غلطتهم، ما كلهم هيتفوروا النهارده. يلا ستاند باي. 5 4 3 2 اتفضلي. ورجعنا لكم تاني هو وهي، ونتعرف على ضيوفنا. اتفضلي. انا اسمي شيماء السيد. شيماء، عرف نفسك. احمد عبد الناصر. اكمل، تشتغل ايه وبتشتغل فين؟ انا مدير حسابات في شركه يعني شغاله في الميديا وبرمجه وترجمه وكده يعني. وانتي؟ ده انا ربة منزل. شايفه نفسك شخصيه اجتماعيه ولا شخصيه انطوائيه؟ يعني بتحبي تتعرفي على ناس جديده، بتروحي جيم، ولا انت كئيبه كده وبتقعدي في البيت؟ بتحب قعده البيت اكتر. انا بوجه لها هي السؤال. والله الى حد ما، بس هو مش كل اللي بيقعدوا في البيت بتبقى كئيبه يعني. وانت يا احمد؟ اتفضل. لا انا انت طبعا اجتماعي يا سيدي جدا بطبعك. اتفضل. يعني بحب اتعرف على الناس، بحب اعمل علاقات من زمان وانا كده. كل الناس ولا البنات؟ يعني معروف عني ان انا بحب اتعرف على البنات اكتر، بس انا يعني عموما يعني بحب اتعرف على الناس. بنسبة كام في المية عشان الإجابات تبقى دقيقة؟ 80% تقريبا. 80%. شيماء ولا الشيماء؟ الشيماء. الشيماء مع الغيرة، بتغيري عليه؟ أكيد طبعا. بنسبة كام في المية؟ يعني 90%. 90%. انتي مفيش ثقة خالص في نفسك؟ لا انا عندي ثقه طبعا وكل حاجه، ومين قال ان الست لما بتغير يعني بيبقى ما عندهاش ثقه في نفسها؟ ايوه الغيره الاوفر دي قله ثقه. لا عندها ثقه في نفسها طبعا وكل حاجه، بس بيبقى في غيره يعني لو هو مثلا عرف حد او خيانك، ايه رد فعلك؟ لا هو انا واثقه فيه ان هو مش ما يعملش حاجه زي كده يعني.
واثقه فيه هنا بقى في ثقه عاليه يعني، واثقه فيه. وعاليه. اه. يعني اللي هي 90% اللي انت قلتيها من شويه. اه. احمد، نعم. انت شايف نفسك قد الثقه دي، قد ثقه مراتك، ولا انت بتخدعها؟ وخلي اجاباتك دقيقه علشان الذكاء الاصطناعي هو اللي هيحدد اذا كنت صادق ولا كذاب. لا انا ما بعرفش اكدب يعني، بس ممكن اخبي. يعني انت ممكن تخبي، مم. بس مش كل حاجه في حياتنا نقدر نخبيها. لا بس ممكن الواحد يتنازل عن حاجات يعني ويخبيها خالص ويشيلها من دماغه خالص يعني، يمسحها عمرك من ما دماغه. كنت شيماء؟ لا ممكن تبص هي للكاميرا وتجاوب. هي الاسئله دي موجوده ولا ايه؟ طبيعيه؟ بص للكاميرا وجاوب. الاسئله دي طبيعيه ولا ايه؟ ممكن تتكلمي في ممكن الوقت يعني بتاعك بس؟ ممكن نعدي السؤال ده. لا ليه، ده سؤال موجود. لا ما تجاوب يا حبيبي عشان تستريح، جاوب يا بابا. ما انا لو جاوبت انت ممكن ما ترتاحيش انت. لا مش يا حبيبي، عادي، انا ارتاح معاك في اي وضع. طب يعني ده يعني بيقول لك انه حصل يعني. هو ايه ده اللي حصل؟ ما هو بيقول لك مش هترتاحي في الاجابه، المفروض تبقي ست لماحه. انا حره والله، انا اعرف الاول وبعد كده اقرر هرتاح ولا مش هرتاح. بقول لك مش هترتاحي في الاجابه يعني. ايوه انا حره برضو وقتها. حلو حلو، خلي الاغنيه دي شغاله. لما اسمع الاجابه ساعتها ابقى اقرر هرتاح ولا مش هرتاح. طيب طلعني بقى فاصل. تستفز طلعني فاصل ثانيه مستفز. واحده، طلعني مين بس دي فاصل أصلاً؟ الاول عشان عايزه اظبط حاجه في الصوت. انا كنت عايز امشي اصلا، مش بتاع دلوقتي. لو عارف ان انا من فريق العمل. ما اطلع تامر دلوقتي. طلعك فاصل خلاص. احنا فاصل. انت مستفزه قوي على فكره. لا انا شفتش في بجاحته بصراحه. لا انت مستفزه، انت ما هو كرامة ما بصراحة. انت مستفزه يعني يعني اللي هو عندك انت امشي. انت عايزه تقولي حاجه يعني قولي. انت عايزه تقولي حاجه قولي صراحه يعني، وما تبقيش مستفزه بالطريقه دي يا يعني. نادين لبسي، جيتي مين اللي جايبك؟ كمان بقى عندك بنت. ايه ماما مش عارفين جاي منين طيب؟ بصراحه زعليني؟ مين اللي جايبك، انكل ولا درايفر؟ هو البرنامج ده هوا يا بجد؟ جماعه؟ هوا ممكن نقوم نمشي عادي صح؟ مفيهاش اي مشكله بس يعني. حلو قوي. لا نمشي عادي، ده اللي مفيهاش جابته لك مشكلة. ده مستفزه جدا على ولا ده فكره، اللي تيتا باين اللي جايباه صح؟ مستفزه جدا. ايه ده، انت حاطه مانيكير إيه ده؟ في ايدك؟ ايه اللي حاطيك مانيكير كده؟ ايه ده؟ ايه يا حبيبه ماما؟ ايه ده ايه يا ماما في ايه؟ مستحملوها بالعافيه ليه؟ ماسكه عليكم زله؟ هو بابي انت معلقه صور في البيت يا ايه ماما؟ الاستفزاز في ايه؟ بقول لك ايه يا شناوي، اطلعي بره. هو انت بابي؟ يا شناوي خدها بره، خدها بره، خدها بره، خدها بره، هو خدها بره بابي. يا ستي، اطلعي يا حبيبي، خدها. هتلاقي شوكليت ولا اي حاجه؟ بابي. انت بابي؟ هترد يا ابني بابي ايه؟ ما ت... بنت. حسبي الله ونعم فيك يا احمد عبد الناصر. ايه ده بابي؟ مين دي؟ مين دي؟ حوار قديم. شفت بقى انت لما بتخبي بيحصل ايه؟ شفت؟ ما اعرفش. لو اعرف انا عايز اقوم امشي اصلا. يلا يا بابا. انا ظلمت لما شفتها. دي مذيعة مستفزة جدا اصلا، الكلام ده اصلا هيطلع على على الهوا كده، الناس هتشوفه. وايه ده؟ ايه ده حوار بابي ده؟ ما اعرفش. المفروض دلوقتي اقوم اسيبك وامشي صح؟ عشان واحدة مهزأة زي دي ما تقوليش انت زيرو كرامة صح؟ انا مش عارف ايه اللي خلاها ظهرت تاني اصلا. يعني القعدة دي كلها وانا اتذنب واقعد القعدة دي كلها عشان اجي اتحط في الموقف الزبالة ده، انا ما اعرفش ايه اللي خلاها ظهرت. اللي هي المفروض كانت ماتت. في ان هي كانت بعدت. وهي مين دي اصلا؟ واحنا كنا عرفنا مين دي عشان نعرف هي بعدت ولا ما بعدتش. ماشي خليها بره. تعالي يا حبيبتي سلمي على بابي. انت بابي تعالي. بجد؟ طب تعالي. انا نفسي اشوف بابي من زمان. ماما معلقه صورك في البيت، والله العظيم معلقه انا ما صورك في شفتش البيت. مامي معلقه صورك شفتهاش في من البيت، زمان. والله العظيم شفتهاش من معلقه زمان. صورك، والله العظيم معلقه صورك. هي دعاء فين يا جماعه بعد اذنكم؟ دعاء فين بعد اذنكم؟ سيبني بقول لك، سيبني لا سيبني. يا هو الكلام ده اللي بيحصل ده بجد ولا هو ده مقلب ولا ايه بالظبط؟ انا مش فاهمه حاجه.
انا مش فاهمه حاجه والله العظيم. والمذيعه المستفزه دي بجد برضو. مين البنت اللي مع دعاء دي؟ مين اللي دخل البنت الاستوديو؟ هو انتوا بتتاجروا ببنتي؟ بتتاجروا ببنتي؟ بتطلعوني بتطلعوا تمد على قفايا وقف حياتي الشخصيه؟ ايه شناوي؟ خلاص حياتي بقت مشاع؟ هي ايه افعالك الشخصيه اصلا؟ اسكتي انت خالص. هو ايه اللي اسكت انت خالص؟ انت مستفزه جدا على فكره يعني. هو انت فاصل دلوقتي؟ الموضوع كان اتقفل انت خلاص. فاصل دلوقتي؟ الموضوع كان اتقفل ومات. انت المفروض كنت دخلت شفتني كنت خدت بعضك ومشيت. كنت همشي بس عشان ما تبوظليش حياتي لتاني مره. ايوه هو ايه اللي حصل يعني اول مره عشان يبوظها لك تاني مره يعني؟ ايه اللي حصل بقى؟ معرفش. تستنى اللي ما تساليه هو. ايه اللي حصل؟ اساليه. معرفش سيدنا؟ ايه هو اللي مش انت اللي حصل. بداتي وبتتكلمي؟ ايوه اساليه وما تسالنيش انا يا حبيبتي. استنيش يا حبيبتي، عندك دم او بتحس مستفزه. ما ترد. مين البنت اللي داخله تقول لبابا؟ ما ترد. ما تقول لها. اقول لها ايه؟ انت مش كنت متجوزني سنه وشهر؟ لا ما حصلش. يا كداب، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. اسالي شريف هو يقول عشان هو كان شاهد. مين دي اللي بتعيط؟ يا ربي. ما حصلش. اسالي شريف، يعني عارفه كمان شريف. ما حصلش. ماشي، نبقى نشوف بقى ما حصلش دي ازاي. كنت اعرفها بس يعني مش لدرجه يعني يكون في بنت وتقول لي انا بابا. عشان تبقى تخبي. حلو، قلت لك 100 مره 100 مره كذاب وخاين وبتخبي، صح؟ هي الغلطه الوحيده يعني، الغلطه الوحيده في حياتي. الغلطه الوحيده ظهرت لي انا دلوقتي عشان تقلب لي حياتي، صح؟ ربنا يسامحك يا تامر. عشان اطلع اشكره دلوقتي ان هو عمل كده. طب اعمل ايه طيب؟ ظهرت في حياتي مره واحده. ما تعملش حاجه يا بابا، احنا هنروح سكات كده. اليوم عدى، تاني يوم مش هتلاقيني في البيت. اعمل حسابك على كده. مشوفش وشك خالص. هي كانت جميله، ضعفت قدامها وانت كنت مهمله معايا ودايما كان في مشاكل. ده مبرر قوي، صح؟ الموضوع يعني ما كبرش قوي كده يعني لدرجه ان يبقى في بنت ما بيننا. والله امال كان عامل ازاي؟ الموضوع كان اتقفل. لا ما كده كتير. لا كده كتير. شيماء ثواني يا شيماء، ثواني يا شيماء. بتصور ايه؟ شيماء بعد اذنك ثواني. بس ثواني انا مش متاكد. بصي هي ممكن تكون بتضحك عليا. هي ممكن تكون بتضحك عليا والله. وسع من قدامي. ثواني وسع من قدامي. وسع. انا كنت عارفه ان هي اللقطه دي هتيجي. ده ملوش دعوه. ده ملوش دعوه. انا مالي. ده ملوش دعوه. وانت هتوسع من قدامي. انا مالي. طب ثانيه طيب هيتضرر هو لو وسع ممكن يغور في داهيه. ما غورش في داهيه يا استاذ. انت بتصور ايه؟ ما ينفعش اغور في داهيه. انت بتصور انت كمان. ما هي اللي قايله له. انت بتصور ايه؟ شيماء بعد اذنك. هنتكلم وهنمشي. وشي من وشي. حد يجي لنا. تعالي بس وشي من وشي. تعالي بس تعالوا خروج. تعالي بس. طب تعالي هنخرج. تعالي هنخرج طيب. يلا يا استاذ تعالي بعد اذنك هنخرج من بره. هنخرج الناحيه الثانيه. يلا عشان تامر يمشي. يلا تامر هيوصلنا. يلا يلا وهعمل لك اللي انت عايزاه بس يلا عشان الناس. احترمي جوزك. اتفضلي. لما هو كده مش هشتري اول ما شفتها. الموضوع كان مات واتقفل. طلعني من هنا بسرعه. هنمشي بعد اذنك. هنقفل يا بعد اذنك يا مؤمن نقفل الحلقه. نصحى ونمشي. خلاص سيبها بعد اذنك. اقعدي طيب اقعدي ارتاحي هجيب لك تامر وهخرجك. اقعدي اتفضلي. بس خلاص بعد اذنك يا استاذ. سيبوها بعيدوا عنها يا جماعه خالص. سيبوها بس بعيدوا عنها خالص. انت السبب على فكره. ابعتوا لي استاذ تامر. يا حياتي حسبت عليك والله.
وليها حق تقول لي انت ما عندكيش كرامه، وانا اللي قاعده اتكلم بكل ثقه. يا جماعه فين الاستاذ تامر؟ انا كان قلبي حاسس ان هو مش واصل. ممكن نخلص من الحلقه دي؟ يا ريت. انا ما عنديش مشكله معاكي على فكره، لو شفتك لوحدي في الدنيا يعني، لو شفتك لوحدك كده انا كنت هعزك واحترمك. يا ريت نقفل الحلقه. انت دخلتي مع البني ادم ده، دي مشكلتك مش اكتر. اتفضلي. انا عايزه اعتذر لجمهوري عن اللي حصل. انا عارفه ان انا بتكلم فيه ده حاجه مش بروفيشنال خالص، ممكن تكون اخر حلقه كمان في البرنامج. بس انا عايزه اوجه بس رساله صغيره لكل ست ولكل بنت. خليكي انسانه عزيزه عشان حطيش في موقف زي ده. لما تحبي راجل اتجوزيه ويجي ياخدك من بيت اهلك بجد، عشان لا تبقي ظالمه ولا تبقي مظلومه. خليكي عزيزه، ما تسلميش نفسك لحد، علشان الرجاله اللي ما عندهاش ضمير، الذئاب اللي موجوده في كل حته دي، ما ندهمش بقى فرصه يلعبوا ولاد الناس تاني. انا اتحطيت في موقف ما كنتش احب اتحط فيه في حياتي ابدا. معلش يا استاذ خليني اكمل كلامي بعد اذن حضرتك، بعد اذن حضرتك. انا اتحطيت في موقف ما كنتش احب اتحط فيه في حياتي خالص، بس يمكن يعني ربنا فعلا يمهل ولا يهمل، وبيجيب للبني ادم حقه حتى لو بعد وقت. انا اكتر حاجه وجع قلبي البنت اللي بتشوف ابوها لاول مره في حياتها في موقف زي ده، سابت لها ندبه في حياتها انا مش هعرف امحيها من دماغها عمر بحاله. انا حقي هاخده بالقانون، انا ست اعلاميه وعارفه انا هتصرف ازاي. انا مش عايزه الجمهور يزعل مني في اي حاجه. واشوفكم في حلقه جديده. مشاهدينا استنوني في حلقه جديده من برنامج هو وهي، اللي ما طلعش هو وهي، اللي طلع مراتي في ورطه الجزء الثاني، لا تراجع ولا استسلام. يا نهار انهيار، بص يا نهار انهيار. بس يا نهار ضحك بعد الانهيار. يا هو ده. شيخ انت كيوت قوي على اللي عملتيه ده. في ايه؟ تعالي يا حبيبتي سلمي على بابي. ما تمشي على ماما بابي. لا سلمي ما تخافيش خالص. تمشي جميله مش هتعملي حاجه. ايه شوف ايه شوف انا شفت قد ايه الست الاموره دي كيوت البسكوته دي يطلع مني كل ده. لا ده اللي كان يعني يحصل هنا، بس اما كان في حاجات تانية. الله ده احنا لحقناك. ممثل هايل. كنت شراوح. ما شكيتيش خالص ان ده مقلب؟ لا شكيت في الاول، بس اللي هو يعني المقلب اتعمل امتى وازاي وليه وازاي واحمد يعمل فينا كده ازاي. ايوه واحمد يعمل فينا ضربتينا وكسرت الكاميرا كمان وقطعت المايك. مش ماضي اقرار. عملت حاجات كتير قوي. شيماء بالضحكه الحلوه دي عايزاكي تقولي انا موافقه اذيع الحلقه.